السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الأوفياء. حلقة حلم أشرف 28 ما راح تنعرض هالأسبوع، والمسلسل راح يرجع يوم 14 يناير. إعلان الحلقة كان قوي ومشحون. واضح أنه اسم العجوز صار يتردد كثيرا بالمسلسل، الشيء يلي بيأكد أنه ما عاد ضايل غير لحظات قليلة قبل ما يضطر يدخل بنفسه على الخط، خصوصا لما أتباعه يفشلوا في تنفيذ خططه والقضاء على أشرف، وهون يضطر يدخل نفسه بنفسه. أتوقع ظهور العجوز مرتبط بموت دينشار، لأن حس يمكن يكون والده أو قريب له شيئا. شفنا بالإعلان إنه الكل صار يطالب برأس أشرف. العجوز صار يحرك اللعبة من وراء الستار، وحرض قدير يقضي عليه مقابل يرجعه لرئاسة الأيتام من جديد. قدير ما عنده خيار تاني، دينشار عمليا صار خارج الحسابات وما عاد بإيده يعمل شي. بعد الإصابة يلي تعرضت إلها نيسان، أشرف قرر يترك كل شيء ويتخلى عن كل شيء عشانه ويرحل بعيدا. نيسان ما حملته أي ذنب ووافقت تمشي معه، والعلاقة بينتهم كانت أقوى وأصدق قصص الحب بهالموسم. العقدة العاطفية بالمسلسل برأيي انحلت. حب نيسان غلب حب رويا. أشرف طلب مهلة قبل الرحيل. هالمهلة هي ردة فعل وانتقام، ونتيجتها راح تضغط على العجوز أكثر وتخلي قدير بمواجهة مباشرة مع مصيره. عموما الرحيل يكون صعب. من جهة نيسان صارت مخبرة، ومن جهة ثانية أشرف دخل صراع مع المجهول. من بعدها نشوف خطف نيسان، واللي لسه تفاصيله مو واضحة إلى إذا كان قدير وراه فعلا أو في لعبة أكبر تنحاك ضده. خضر راح يكون بموقف كتير صعب. لما عرف إنه قدير هو ابنه، ركض راح يركض عشان يلاقيه قبل ما يفلت الوضع من إيده. أولا مشان نيسان، وثانيا لينقذ ابنه بأي طريقة ممكنة. رغم علاقته القوية بأشرف، الموقف صار قاسي وكل الاحتمالات مفتوحة، وحاسة إنه وداع خضر ممكن يكون قريب جدا. الإعلان فعلا قوي، وحلقة نار تنتظرنا، خصوصا مع أداء الملك شاتاي. لهون وصلنا نهاية الحلقة. أتمنى يا رب تنال إعجابكم. فضلا وليس أمرا منكم اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين.